مباراة الغد أمام المنتخب العراقي مباراة ليست بالسهلة تماما. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله، وأن يكون الفوز من نصيب أسود الأطلس لاستكمال المشوار حتى إن شاء الله تحقيق الميدالية الذهبية وتشريف كل العرب وإفريقيا. صدمة قوية جدا في معسكر المنتخب المغربي الأولمبي قبل مواجهة الحسم أمام المنتخب العراقي، ولكن قبل الدخول في التفاصيل أتمنى تدعموني وتشرفوني عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي بلايك لهذا الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. تأكد بشكل رسمي غياب واحد من أفضل لاعبي المنتخب المغربي الأولمبي ألا وهو أمير ريتشارلسون عن مواجهة المنتخب العراقي نظرا لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الأوكراني. والمصائب لا تأتي فرادى، فحتى الآن لم يتم التأكيد على جاهزية سفيان رحيمي الكاملة لمباراة العراق، وبالتالي فمن المحتمل غيابه عن المباراة. في نهاية الأمر نثق في جميع اللاعبين الذين سيخوضون هذه المواجهة، وإن شاء الله يقدروا يفرحونا كلنا ونصعد كمتأهلين للمجموعة.